الرجعة دي ما كانتش كده وخلاص، دي كانت إشارة إن الست نسيت. فمحمد العربي خد باله وراح موطي بسرعة على ودن سيد سالم وقال له الست نسيت فكرها، بس هو كان ناسي وملحقش. فراح ضاحك وراح نازل جنبه تاني وقال له انا قلت لك نسيت. وعشان القصيدة طويلة وكنا في اخرها فالست كانت محتاجة كلمة واحدة، كان بنينا. وعلى فكرة هو الموضوع كان بادئ من قبلها بشوية، بس طول ما الست ما ادتش الإشارة محدش بيجود. ومن كتر ما الجمهور اليوم ده كان مبسوط قوي بالحفلة، أم كلثوم كانت بتعيد البيت 5-6 مرات، وده الطبيعي. بس خلاص جت اللحظة اللي الفرقة فيها هنا هتجهز إن هي تنقل العزف من بيت لبيت. أم كلثوم جاهزة إن هي هتقول البيت اللي بعده. الجمهور رفض. راحت مديه الإشارة لمحمد عبده صالح على قانون إن إحنا هنعيد تاني من الأول. وعشان هي الست فكانت مستنية رد فعل أعلى من الجمهور. وده ليه؟ الشاعر أحمد ناجي في قصيدة الأطلال في البيت ده بيسلم استسلام كلي، بيقول أنا حب وقلب هائم. يعني أنا ما بقتش مجرد إنسان، أنا بقيت عبارة عن كتلة مشاعر كده هشة طايرة في الهوا. ودي مش أي واحدة، دي أم كلثوم. يعني لما هتقول الكلمتين دول لازم رد فعل الجمهور يكون اللي هي عايزاه. فراحت عايدة الكوبليه تاني من الأول عشان تسمع رد الفعل ده. وقلب هائم